ترى بصوا جايبالكوا ايه النهارده. موتورولا رازر في 3 ده كان واحد من اشهر واشيك السيلفون يا جماعه، وخاصه انه كان سبيشال اديشن ليه، علشان كان كل الحفر ده عليه، الرسمه دي كلها محفوره على الجهاز نفسه، مش ستيكر ملزوق، لا كان محفور. طبعا شركة موتورولا شركة أمريكية تأسست سنة 1928. أول إعلان عنه كان سنة 2004، كان ثورة وقتها في عالم الموبايلات. ليه؟ لأن اللي كان بيميز الإعلان وقتها وهم تميزوا فيه وحبوا إن هم يذكروه إن هو يعني فليب ديزاين، إن هو التليفون الوحيد الفليب ديزاين اللي هو أنحف تليفون، زي ما احنا شايفين كده انحف تليفون. ترى بصوا جمال الفخامة. الفخامة زمان كانت برضو ليها وضعها كده، كان ليها ناسها برضو كده. طبعا كان معدني وانيق جدا، كان مرتبط بالستايل، كان اللي يشيل الموبايل ده يعني كان شاب ستايلش يا جماعه. ميزته بقى كانت شاشة ملونة، الشاشة اللي احنا شايفينها دي تمام كانت ملونة وقتها، وكان فيه طبعا الكاميرا بتاعته كانت VGA وبلوتوث وفتحة USB ميني للشحن. طب انتشر في مصر امتى يا دليل؟ ده سؤال حلو جدا للناس اللي ما سألتهوش، اوفر عليكم. انتشر في مصر تقريبا سنة 2005-2006، كان سعره وقتها من 2500 ل 3000. طبعا كان مبلغ ضخم جدا مقارنة بدخل الفرد وقتها، لان كان متوسط الدخول وقتها من 400 و 500، فكان موبايل النخبة. كان مشهور جدا لدرجة انه حقق مبيعات وقتها 130 مليون جهاز على مستوى العالم. انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين الرقم؟ طبعا كان رمز الفخامة زي الايفون دلوقتي. طيب موتورولا اختفت ليه؟ موتورولا اختفت بعد 2010، خسرت المنافسة قصاد نوكيا وسامسونج وابل. تمام. الشركة نفسها اتقسمت، جزء اتباع لجوجل في 2011 وبعدها لينوفو 2014. الموبايل ده يا جماعة عايزة اقول على حاجة، ما كانش بس تليفون قديم، ده كان رمز لفترة جيل كانت لسه التكنولوجيا بتغير حياته. واللي كان معاه موتورولا رازر في 3 كان بيتقال عليه ستايلش. الكاميرا بتاعته VGA وقتها اللي هي 0.3 ميجا بكسل، يعني كانت اضعف حاجة زمان للتصوير، بتجيب الصور بس كأنها ضبابية يعني، علشان كده كنا محتاجين ميكروسكوب نشوف فيه الصورة، بس كأننا كنا شايلين كاميرا هوليود وقتها بالنسبة لنا، يعني احنا كنا جيل طيبين قوي يعني، مفيش بعد كده طيبة. ايه رأيكم فيه؟ لو موتورولا قررت ترجع تعمل تليفون تاني، تفتكروا ممكن تعمل نفس الديزاين ولا؟ ولو موجود تفتكروا ممكن نمسكه ولا هنستغنى عنه مقابل الايفون برضو؟